السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض حاجة مختلفة ولذيذة ومسلية، سناك او مقرمشات او تسالي. هنعملها بايدينا في البيت، حاجة مضمونة ونظيفة وفي نفس الوقت موفرة واقتصادية. هنعملها طبعا بايدينا، طبعا مفيش كده مواد حافظة، مفيش الوان صناعية، وبمكونات بسيطة موجودة في كل بيت. هنحتاج بس كوباية حمص الشام عادي اللي بنشتريه من بره، وهنحتاج كوباية مكرونة قلم. أول حاجة هنعمل سناك المكرونة. محتاجة كوباية مكرونة قلم بالشكل ده، وهنسلقها بطريقة عادية جدا زي ما بنسلق المكرونة، مية مغلية فيها نص معلقة ملح، وهنسلقها فيها مية بتغلي طبعا، بس مش هنسلقها بشكل كامل، يعني بنسبة 70%، 3/4 سليق كده، ما تستويش للآخر. طبعا احنا عايزينها مش مهرية معانا. وهنصفيها عادي خالص، وهنحاول ننزل منها اي سوائل فيها. المية اللي فيها نحاول نحركها في مصفى كده لغاية ما نتخلص من كل المية اللي فيها. وبعدين هنضيف لها 3 معالق كبار دقيق او نشا اللي موجود عندك. انا حطيت 3 معالق دقيق وقلبتها بالشكل ده، بحيث ان كل مكرونايه تتغلف بالدقيق وتبقى منفردة كده لوحدها بالشكل ده. انا عملتها كده بالمصفى، اسهل طبعا ان اقعد اقلب بحاجة. اتغلفت كلها وفي زيت سخن جدا. هنحط شوية شوية، مش كلها مرة واحدة، بحيث يبقى كلها جنب بعض، مفيش مكرونة مثلا فوق التانية او فوق بعضيها، لا. بالشكل ده هتاخد اللون، يعني 3 دقايق بالكتير هتاخد اللون الذهبي الحلو ده. هنطلعها على مناديل مطبخ، وهنكرر الموضوع ده مع كمية المكرونة كلها برضو شوية شوية، ما نملاش الطاسة قوي، ونبعدها عن بعض كده تاخد اللون الذهبي الحلو ده. هنطلعها على مناديل مطبخ. هي كده معانا لسه طبعا سخنة، بس اتخلصت من الزيت اللي فيها كله. هنضيف لها بقى التوابل بتاعتنا، وهي عبارة عن ملح وكمون وفلفل اسود بسيط جدا وتوم باودر وبابريكا. انا اكتفيت بصراحة بالتوابل دي. انت عايزة تزودي بصل باودر، عايزة تزودي اي حاجة تانية، توابل فراخ كاري، ممكن الطعم اللي تحبيه. انا اكتفيت بكده، وحقيقي كان طعمها حلو جدا. وكده اول حاجة جاهزة معايا اللي هو سناك المكرونة. هنعمل بعد كده الحمص، وده بنعمله بطريقة مختلفة. هنا انا معايا كوباية حمص برضو نقعاها حوالي 8 ساعات. انا نقعتها من بالليل للصبح، وطبعا غيرت المية ليها، وبعدين حطيت مية جديدة وسلقتها على النار. خدت بالظبط حوالي تلت ساعة على النار. وطبعا اي ريم بيظهر في المية بنشيله زي ما بنسلق اي حاجة. وطلعت الحمص على مناديل مطبخ، بحيث برضو انشف المية اللي فيه كلها. انا مش عايزة الحمص بتاعي يبقى فيه اي مية خالص. طلعته على مناديل مطبخ، ومن فوق كده برضو حاولت امتص منه المية بمناديل تانية. وبعد كده حطيته في بولة، وحطيت له ملح وكمون وشوية فلفل اسود صغيرين قوي، وحطيت توم باودر وبصل باودر وبابريكا وشوية كاري. وبتحطي حوالي معلقتين زيت، الزيت اللي موجود عندك زيت ذرة، زيت عادي. انا حطيت زيت زيتون، فعلا اداله طعم حلو جدا، بس مش شرط، حطي الزيت اللي موجود عندك. وبنقلبها بالشكل ده بحيث ان كل الحمص يتغلف بالتوابل اللي حطيتها. وهنا انا ضفت لها عصرة ليمون. انا حبيت الحمص يبقى بطعم الليمون فيه مزازة شوية. وبعد كده بجيب صاج او صينية الموجود عندك، واحط فيها ورقة زبدة، وده لسببين: عشان الحمص ما يلزقش في الصاج،
وفي نفس الوقت عشان ما يبهدلش الصاج يعني. ونحاول نفرده بالشكل ده، وبرضو كل واحدة كده لوحدها، ما يبقاش الحمص فوق بعضه. انا طبعا مشغلة الفرن قبليها، بحطه في الرف الوسطاني على درجة حرارة عالية، بيقعد في الفرن حوالي نص ساعة. بس انا كل 10 دقايق بفتح عليه واقلبه واتأكد ان هو اتحمص كله. كل 10 دقايق بفتح عليه كده وبديله تقليبة زي ما انتوا شايفين. يعتبر التوابل اللي عليه نشفت وخلاص بدأ يتحمص. انا خد معايا في الفرن بالظبط نص ساعة وبقى جاهز معايا ومقرمش، والتوابل فيه طعمها بجد حلوة جدا. يعني بجد الوصفتين طعمهم حلوة، سواء المكرونة او الحمص. عجبوا الولاد جدا جدا، وعايزة اقول لكم تاني يوم طلبوا تاني لانهم ما شاء الله خلصت يعني. طريقة سهلة وبسيطة هتفرحي ولادك وتعملي لهم احلى سناك واحلى تسالي بحاجات موجودة عندك في البيت. المكرونة موجودة، والحمص انا ما اشتريتش حاجة لاني كان عندي شوية حمص باقيين من مرة قبل كده عملت فيها حمص الشام. وصفة سهلة وبسيطة ولذيذة هتعجبك جدا جدا. اتمنى تجربيها، واشوفكم في وصفة جديدة بإذن الله.